وبنبتدي مع بعض يوم جديد وحلقة جديدة وأسبوع جديد، والنهاردة بنبتدي يومنا مع بعض في صباح سما بطاقة وبنشاط، ونصحصح مع بعض كده النهاردة. وأول سؤال كده عايز أسأله لكم قبل ما نقول أي حاجة، أخباركم إيه يا جماعة؟ الوقت اللي فات كده حاسين إن أنتم بتجروا عايزين تلحقوا تخلصوا حاجات كتير قبل نهاية السنة، والّا لأ يعني أهي الدنيا ماشية؟ مستنياكم كده تشاركوني في الفكرة ديّة، لكن خلّوني أصبّح عليكم في الأول، باصبّح على كل أصدقائنا اللي بيبدأوا يومهم معانا، سواء بتتابعونا من على ويب سايت راديو سما دوت نت أو من على أبلكيشن راديو سما اللي بنفكّركم هتلاقوه على جوجل بلاي وكمان على الأب ستور. كمان باصبّح على كل أصدقائنا اللي بيبدأوا يومهم معانا دلوقتي وبيتابعونا صوت وصورة من على صفحتنا على الفيسبوك، أهلًا بيكم معانا. النهارده هنتجمّع مع بعض في بداية أسبوع جديد، وبدأنا النُص التاني من آخر شهر في السنة. خلاص بدأنا في العد التنازلي، وحرفيًا نقدر نقول إن باقي أيام على نهاية السنة. فهل جاهزين كده نودّع 24 بكل الحاجات الحلوة وكل الإنجازات وكل الإحباطات وكل الأوقات الصعبة، ونستقبل سنة جديدة برجاء، بتفاؤل، بأمل، بوعد يا رب إن اللي جاي أحسن، بوعد إن أنت مرتّب لي حاجة حلوة في اللي جاي، مصدّق إن أنت زي ما كنت معايا في 24 و23 و22 وقبلها سنين حياتي كلّها أنت لسه مكمّل معايا في كل لحظة جاية. يمكن دي الفكرة أو دي الحالة كده اللي عايزين نكون بنختم بيها سَنة وبنبدأ بيها سَنة مع بعض. لكن خلّونا كده نتجمّع في بداية يومنا النهارده ونحكّي في فكرة لذيذة أوي، أعتقد إنه كُلّنا ممكن نكون بنعرف نشارك بالفكرة ديّة. النهارده كده عايزة أكون باحكّي معاكم عن إيه الجملة أو إيه الكلمة اللي لمّا بتسمعها بتحس كده إن أنت مبسوط، إيه الكلمات اللي بتحب تسمعها؟ هل بتحب مثلًا حد يجاملك، حد يقول لك أنت شكلك حلو، حد يقول لك أنا معاك، حد يقول لك أنا مصدّقك، حد يقول لك أنا في صفّك؟ فقُل لي كده يا ترى إيه أكتر كلمة بتحس إن أنت فرحان ومبسوط وإن الشخص ده لمّا بيقولها لك بتحس كده إن الشخص ده قريب منّك، أو إن الشخص ده كده بقى غالي عليك، أخد حتّة من قلبك. فيعني أعتقد إن كل حد فينا كده ليه كلمة أو مجموعة كلمات بيحب يسمعها، بيحب كده يمكن يتطمن لمّا يسمعها، بيحس إنه مسنود لمّا بيسمعها. فقُل لي كده إيه أكتر كلمات أو إيه أكتر جُمل أنت بتحبها؟ لكن وأنا بافكّر كده في الموضوع دوّة جِه في بالي برضه كده إن في أحيانًا جُمل بنقلق لمّا بنسمعها. ويا سلام بقى لو الجملة دي جات من الشخص ده، اللي هو يعني ربنا يستر. يعني دي فيها كارثة، فاللي هو يعني محتاجين ننفد بجلدنا دلوقتي، ناخد لنا في سناننا ونطلع نجري. وإحنا كده بندوّر مع بعض وبنبتدي كده مع بعض يومنا بطاقة وبهجة، وندوّر على الكلمات والجمل الحلوة اللي نحب نسمعها. خلّونا ندوّر برضه كده على آمم، إيه الكلمات اللي لمّا بتسمعها بتقلّق. لمّا بتسمعها كده بتتوتّر. أنتم عارفين الفكرة دي لو جينا فكّرنا فيها كده هنلاقي إنه ده أنا لمّا باسمع الكلمة الفلانية من الشخص الفلاني ربنا يستر، لمّا فلان بيقول لي الكلمة دي وقد تكون كلمة عادية جدًا ما فيهاش أي حاجة، بس لمّا بتيجي من الشخص ده يعني حد يلحقنا، حد يسأل علينا، حد يتطمن علينا. يا إخوانا أنتم عارفين من فترة طويلة كده كنت قريت post على السوشيال ميديا، ولد بيسأل باباه، ولد شاب كبير كده وهو مُقبل على الزواج، وبيسأل باباه كده عن مجموعة نصايح عن الحياة الزوجية، ويتعامل إزاي مع مراته عشان تبقى حياته آآ مرتاحة، سهلة، بسيطة، ما فيهاش خناقات، ما فيهاش كلاكيع، ما فيهاش مشاكل. فالولد من ضمن الأسئلة اللي بيسألها لباباه بيقول له بابا عايز أسألك في حاجة. فقال له: "اتفضل يا حبيبي قُل لي محتاج تعرف إيه تاني؟" قال له: إيه الكلمة اللي لمّا كنت بتسمعها من ماما بتقلق وتحس كده إن أنت داخل على خناقة، داخل على مشكلة؟ قال له: "طب قوم اقفل الباب وتعالَ." فالولد قام قفل الباب وجه قال له: "قُل لي بقى." قال له: "لأ، هي أمّا بتقول لي قوم اقفل الباب وتعالَ أنا باقلق، كده في مصيبة، كده في خناقة، في كارثة ومش عايزين بقية البيت يسمع صوتنا برّه." فجملة عادية جدًا، جملة ما فيهاش أي حاجة، بس يمكن لمّا تتقال في وقت معيّن بطريقة معيّنة من حد معيّن، يا ساتر يا رب! فقُل لي كده إيه الكلمة اللي بتقلّق لمّا بتسمعها، وبتسمعها من مين أو لمّا بتسمعها من مين؟ وإيه الكلمات عمومًا بننبسط لمّا بنسمعها؟ بانبسط لمّا حد يقول لي أنا مصدّقك،
بانبسط وباتطمن لمّا حد يقول لي أنا في صفّك، بافرح لمّا حد يقول لي شكلك حلو، بافرح لمّا حد يقول لي أنت اخترت صح. فقُل لي كده إيه الكلمات وإيه الجُمل اللي بتفرح لمّا بتسمعها أو بتبقى مستني إن أنت تسمعها؟ يومنا مليان كلمات كتيرة وجُمل كتيرة وتفاصيل وحكاوي وأخبار ومنوعات من هنا وهناك من كل حتة في العالم زي ما اتعودنا، لكن كمان وإحنا بنبتدي يومنا مع بعض لازم نلعب، يعني ما ينفعش نبتدي يومنا كده هاديين من غير لعب. ولعبتنا النهارده لعبة لذيذة جدًا، بما إن إحنا دخلنا كده في أجواء الشتا والدفا واللكاليك والهدايا برضه. عايزة ألعب معاكم النهارده لعبة لذيذة جدًا. شخصيتك من لون شرابك المفضل. كلنا كده وإحنا في البيت في الجو دوّة بندوّر كده على شراب تقيل كده ولكلوك كده يدفّينا. فهنلعب مع بعض اللعبة دي النهارده. النهارده معانا مجموعة ألوان شرابات، هاستناك كده تكون بتختار معايا لون الشراب اللي ممكن تلبسه وأنت قاعد كده ومتدفي و ومستخبي تحت بطانية كده ومعاك كوباية السحلب كده بالمكسرات. وأقول لك كده ده ممكن يكون بيدل على إيه في شخصيتك. لعبة لذيذة أوي، فركزوا معايا في الألوان ديّة وهاستناك تختار اللون اللي حابب تلعب بيه. أول لون هو الشراب الأبيض والّا الشراب الأسود، شراب رمادي، شراب أزرق، شراب أصفر، شراب بُني، شراب الشرابات المنقوشة بقى. ففكّر معايا كده وقُل لي أنهي لون شراب هتكون بتختار إن أنت تلبسه كده تتدفّى بيه. ويا سلام بقى يعني لو قاعد مستخبي كده ومعاه زعبوط، يا سلام لو زعبوط نفس اللون كمان، ياه! ياه يا عبد الصمد! اللي هو يعني عملت كده إيه، fashion show على الضيّق كده وأنا متدفّي وأنا مستمتع تحت البطانية. فهاستناكم كده تختاروا معانا لون الشراب المفضل بالنسبة لكم ونشوف كده ده ممكن يكون بيدُل على إيه في شخصيتكم. متحمسة جدًا أكون بالعب معاكم اللعبة دي ونحكّي مع بعض في الكلمات الجُمل اللي بنحب نسمعها أو بنقلّق لمّا بنسمعها. ونرجع بعد الفاصل كده نبتدي يومنا ونبتدي نحكّي وندردش مع بعض. فخليكم معانا، هنطلع مع بعض أول فاصل ونرجع بعديه نبتدي يومنا، فما تروحوش في أي حتة، يومنا لسه بيبتدي. المجوس زمان دوروا على يسوع الطفل المولود، والنهاردة يسوع بنفسه هو اللي بيدور عليك. رجعنا ليكم مرة كمان ولسه بنبتدي يومنا مع بعض في صباح سما. والنهارده كده جايين ندور مع بعض على ايه الكلمات الحلوة اللي بنحب نسمعها، اللي بنتشجع لما بنسمعها، اللي بحس كده ان انا مبسوط ومنشكح كده ومقبل على الحياة لما حد بيقول لي الجملة ديت. وعلى خط موازي كده برضو يعني لموضوعنا، ايه الكلمات اللي بتقلق لما بتسمعها؟ بقلق لما حد بيقول لي فاكر انا قلت لك ايه، اللي هو قُلت لي إيه، قُلت لي إيه مش فاكر هو إيه اللي حصل؟ فاللي هو ويا سلام بقى لو النبرة أساسًا فيها نوع من أنواع التحذير. واحدة من الكلمات اللي عرفت برضه إنها بتقلّق ما بين المرتبطين، هات الباسورد بتاعك، أنت مخبّي إيه في موبايلك؟ يعني يقلق ويتلبش واللي هو نسيته، ضاع ما إيه، فكلمات عادية، كلمات بسيطة. يا سلام لمّا الHR مثلًا يقول لك عايزك في موضوع، هترفدوني؟ اللي هو إيه الكلمات اللي لمّا بتسمعها بتقلق، بتتوتر، بتحس إنه يعني أستر يا رب، أستر يا اللي بتستر. فاللي هو تبتدي إيه تتوجس حذرًا ويعني إن شاء الله خير، ما تحصلش مصيبة. في نفس الوقت كده إيه الكلمات اللي بافرح لمّا باسمعها؟ في ناس تحب أوي إن تحس إن اللي قدّامها يمكن لو غلط في حقها يقول لها أنا آسف، فتحس إنها مبسوطة أوي لإنها تحس إنها متقدّرة، مش لفكرة إن الناس بتعتذر لي، لكن فكرة إنه أنا متشاف ومتقدّر والطرف التاني هي ما هانش عليه زعلي فجاي وبيعتذر لي. ففكّر كده وقُل لي إيه الكلمات الحلوة اللي بتحب تسمعها، وإيه الكلمات
استر يا رب لما بتسمعها. متحمسه جدا اكون بتشارك معاكم بالفكره دي، لكن زي ما اتعودنا ان احنا بنلعب مع بعض كل يوم، فلعبتنا النهارده شخصيتك من لون شرابك، واحنا قاعدين كده ايه باللكاليك في الكريسماس وفي الدفا وفي السقعه وفي الليالي الشتويه الجميله، وداخل علينا كمان طوبه كمان ايام بعد ايام. لكن قبل ما نخش بقى في المود دوت والكل يبتدي يلبس الشرابات، عايزين نعرف لون الشراب ممكن يكون بيدل على ايه في شخصيتي، عشان ما وصلش رسالة غلط للناس. يعني احنا داخلين على موسم وايام الكل دلوقتي محتاج ان هو يلبس شراب، والشرابات الموضوع طلع يا جماعة كبير، مش مجرد ان هي بتدفينا، لا دي طلعت بتحتوينا وبتدل على حاجات في شخصيتنا، فعشان كده محتاجين نركز في لون الشراب، الموضوع في قمة الأهمية. فخلونا كده نلعب مع بعض باللعبة دي. ومعانا النهارده حوالي 7 ألوان من الشرابات، ابيض واسود ورمادي وازرق واصفر وبني واحمر ومنقوش. فقولي كده هتكون بتختار انهي لون عشان اقولك ده ممكن يكون بيدل على ايه في شخصيتك. لكن خلونا كده نروح نبتدي نصبح على اصدقائنا من تعليقات لايف الفيسبوك. اهلا بيكم كلكم، صباح الجمال. واول حد معانا النهارده اوبا بقى صباح النشاط يا ماجدة، اول حد معانا النهارده صديقتنا الجميله ماجدة بتقول صباح الخير عليكم جميعا. صباح الجمال يا ماجدة، طمنينا عليكي كده وعلى اخبارك واحوالك، وشاركينا ايه اكتر كلمة بتحبي تسمعيها. بتقول في الوقت الحالي الشراب اللي يليق بوقت الكريسماس. الله، حلو ان انا اكون داخل في المود. طب قولي لي يا ماجدة، هتختاري اللون الاحمر بما ان الاحمر ابرز الوان الكريسماس، ولا الشرابات المنقوشه ونختار كده شراب منقوش بنقشه الكريسماس كده فيه بابا نويل وشجره وغزلان وخلطبيطه كده من الرموز بتاعه الكريسماس. قولي لي كده تكوني بتختاري انهي واحد فيهم، الاحمر ولا المنقوش، واقول لك ده ممكن يكون بيدل على ايه في شخصيتك. وماجدة على طول بتشاركنا، انا متحمسه يا ماجدة جدا ان انا اكون بحكي معاكي الحلقه دي في الكلمات اللي بنحب نسمعها. ماجدة بتقول من الكلمات اللي بحبها كلمه حد يكلمني ويقول لي طمنيني عليكي، الله، او وحشتيني، وكمان كلمات المجامله اللطيفه المعروفه، ذوقك حلو او لبسك حلو الى اخره. فهماكي يا ماجدة الكلمات المجاملات الاجتماعيه اللي هو مبسوط ان انا شفتك، ليك وحشه، يعني معلش سؤال على جنب كده يا جماعه، علشان هو انا بنت بس انا مش فاهمه بصراحه الفرق، وده سؤال حقيقي بيثير فضولي وعايزه حد يجاوبني عليه. ايه الفرق ما بين وحشني او ليك وحشه؟ ويعني حقيقي انا عايزه اعرف ايه الفرق ما بين الاتنين، علشان خاطر شفت بوستات كتيره ان بنات بيزعلوا لما جوازهم او خطابهم يقولوا لهم واحده من الاتنين. هو انا مش عارفه ايه الفرق، فانا مش فاكره انهي اللي بيزعلوا لما بتتقال، بس يعني لو حد يعرف الفرق يا ريت يفيدنا. اعتقد ده يعني في كتير زيي، ما تحسسونيش ان انا لوحدي بس يا جماعه، يعني حسسوني ان احنا كتير. اللي يعرف ايه الفرق ما بين ليك وحشه ووحشني يعني يقول لنا ايه الفرق. لكن انا معاكي يا ماجدة ان من الكلمات الحلوه قوي ان اقابل حد كده ويقول لي انت وحشني، انا بقالي كتير يمكن مفتقد ان انا اكون بشوفك، مفتقد ان انا اكون بقضي معاك وقت. فاعتقد بحس كده ان انا ده انا مفتقد يا جماعه، ده انا مش منسي. واحدة من الحاجات الحلوة قوي ان انا احس ان انا مش منسي، ان انا على البال، وعارفين كده بيقولك زي على البال وعلى الخاطر، والناس فاكراني، ووجودي مش زي غيابي بيعمل فرق، ووجودي ليه اثر. ففكرة ان حد كده يجي يقول لي ليك وحشة، او انت وحشني، او انا مفتقد ان انا اكون بشوفك او بقضي معاك وقت، اعتقد دي من الكلمات الحلوة قوي، من الكلمات الجميلة قوي. بالاضافة زي ما ماجدة بتقول المجاملات الاجتماعية العادية، مبسوطة ان انا شفتك، شكلك حلو، ذوقك حلو، لبسك حلو، البنات برضو يحبوا شعرك حلو النهارده، حاطه ميك اب لذيذ، مش عارفه ايه، الاكسسوارات بتاعتك جميله، الشوز دي حلوه قوي، جبتيها منين. المجاملات الاجتماعيه البسيطه اللي لا هتخليك انت تخسر حاجه ولا تخس حاجه ولا هتزود الطرف التاني في حاجه، بس كلمات حلوه نحب ان احنا نكون بنشجع بعض بيها ونسمعها، ولما تتقال لنا برضو بنبقى مبسوطين وبنبقى مستمتعين. فانا معاكي يا ماجدة. طيب فكري معايا كده وقولي لي ايه تاني ممكن تكوني بتحبي تسمعيه، او تفتكري كده انه
دي من الكلمات اللي ممكن تكون بتفرق فعلًا مع الناس لمّا بتسمعها. هاستناكِ تقولي لي الشراب هيبقى أحمر والّا منقوش يا ماجدة، ماشي؟ ما تنسيش. لكن كمان باصبّح على صديقنا ميلاد، يا ميلاد صباح الفل والياسمين، أهلًا بيك معانا، يالّا بسرعة اختار لون شراب كده نتدفى بيه في ليالي الشتاء الباردة، عشان أقول لك ده هيكون بيدل على إيه في شخصيتك. وإيه أكتر كلمة بتحب تسمعها من أي حد، وإيه الكلمة يعني إحنا قُلنا هنمشي في الخطين مع بعض يا جماعة، خطين متوازيين نحكّي فيهم مع بعض كده. إيه الكلمة اللي بتقلق لمّا بتسمعها؟ إيه الكلمة اللي ربنا يستر لمّا بتتقال لي؟ عارف كده زي الطفل الصغير كده لمّا مامته تيجي تبُص له تقول له: "إيه اللي أنت عملته ده؟" هو ممكن يكون ما عملش حاجة، بس هو قلق من كلمة ماما، اللي هو أنا عملت إيه؟ يبتدي يراجع حياته كلّها، يا عيني الطفل حياته كلّها 3، 4 سنين على بعض يبتدي يراجع حياته كلّها، هو أنا عملت إيه؟ إيه اللي أنت عملته ده؟ اللي هو كلمة عادية. آآ وأعتقد برضه من الكلمات اللي مرعبة يا جماعة علشان أنا باشوف الموضوع ده كتير أوي، الناس اللي شغّالة في التصميمات بمختلفها بقى، مهندسين، فنانين، designers، أي حاجة فيها نوع من أنواع الcreative والتصميمات. حلو أوي يا باشمهندس، بس هنعمل شوية تعديلات. هايل، بس محتاج اللي هو رعب السنين، دي رعب السنين، يعني الناس اللي شغالة في المجالات دي بيترعبوا لمّا بيسمعوا الكلمات ديّة، اللي هو هنعمل شوية تعديلات، اللي هو أنا اعتزلت خلاص، أنا اعتزلت الشغلانة واعتزلت الحياة واعتزلت كل حاجة، فيعني فكّروا كده وقولوا لي إيه الكلمات اللي ممكن تكون مرعبة بالنسبة لكم لمّا بتسمعوها، في حين إن هي ممكن تكون كلمات عادية جدًا، ما هياش حاجة تخوّف يعني. فخلّونا كده نحكّي مع بعض أكتر في الخطين مع بعض، وما تنسوش الشرابات يا جماعة، عايزين نتدفّى ونلحق نختار الشرابات اللي هنتدفّى بيها. لكن كمان يا مريان باصبّح على الجميلة مريان بتقول: "صباح الفل عاملة إيه؟ من الكلمات اللي باحب أسمعها أنت ما تهونش عليَّ زعلك يفرق معايا وهاختار الشراب الأحمر." يا مريان صباح الفل عليكِ، ده أولًا وحشاني جدًا، طمنيني عليكِ كده وعلى أخبارِك. حالًا هاقول لِك الشراب، طب خلّيني أقول لِك الشراب الأحمر الأول، بعد كده نرجع نكمّل كلامنا كده في كل كلمة من الكلمات اللي أنتِ شاركتينا بيها. الشراب الأحمر يا ستي بيدل على إنِّك شخص منفتح وواثق من نفسه، ويحب يكون مركز الاهتمام في أي مكان، وملهم للي حواليه وبينبهروا بيه. فقولي لي كده، هل هتتبني الشراب الأحمر يا مريان، وحاسة كده إنه فعلًا ممكن يكون بيدل على شخصيتي؟ فهاستناكِ كده ترجعي تحكّي معايا أكتر، نشوف كده لحد فين حاسة إنه ده ممكن يكون بيعبّر على شخصيتِك. لكن مريان already بتشاركنا وبتقول من الكلمات اللي بتحب تسمعها ما هُنتش عليَّ. أنا بتفرق معايا أنا كمان زيِّك يا مريم، بتفرق معايا أوي الكلمة دي، ما هُنتش عليَّ، باحس كده إن أنا غالي، وإن أنا مهم، وإن أنا زعلي بيفرق، زي ما مريم كانت بتقول زعلك بيفرق معايا. ففكرة إن أنت ما هُنتش عليَّ وزعلك بيفرق معايا، بتحسسنا قد إيه إحنا غاليين عند الطرف التاني ده، قد إيه إحنا مهمين، قد إيه إنه أنا ممكن أكون مميز مش زي بقية الناس، أصل أنا مش مُجبر إن أنا طول ما أنا ماشي أفضل أحايل وأطبطب وأدادي في كل الناس، أنا هأُستنزف وهاتعب، لكن لمّا أكون باعمل دوّة أكيد هاكون باعمله مع ناس فعلًا غالية عليّا، وفعلًا ناس باحبها، وناس بتحبني، وناس مهمة بالنسبة لي، وناس مهمة في حياتي. فلمّا حد يقول لي زعلك بيفرق أو ما هُنتش عليّا، قد إيه باحس إن أنا غالي ومتقدّر، فيعني ده واحدة فعلًا من الكلمات اللي ممكن نكون بنحب نسمعها يا مريان. طب بمناسبة ما هانش عليّا أزعّلك أو أنت ما هُنتش عليّا، خلّيني يا جماعة أقول لكم الخبر دوّة من الصين. الصين منزّلة في مواقع التواصل الاجتماعي هناك منتشر أوي الخبر دوّة عن زوج صيني حصل ما بينه وما بين زوجته خلاف عادي جدًا زي ما بيحصل ما بين أي اتنين متجوزين، بس المشكلة إن الخلاف تطوّر شوية ما بينهم، فالزوجة سابت له البيت راحت عند بيت أهلها. إحنا عارفين طبعًا الصين مش صغيّرة، فيعني المسافات ما شاء الله كبيرة أوي. فالمهم إن هو بقى بعد ما يعني هديوا وكده اتواصل معاها وقال لها يعني إن خلاص وعايز يعني يلمّوا الدنيا يعني، عارفين كده زي ما بنقول بالبلدي عندنا إيه، يرجّع المَيّة لمجاريها.
ونرجع بيتنا وخلاص، ويعني حصل خير ومش مشكلة. المهم إنه مراته طبعًا كانت زعقانة يعني زعلانة، ويعني نعترف برضه يا جماعة إحنا كستات أحيانًا بنبقى over يعني معلش ما فيش مشكلة يعني إن إحنا نعترف بالموضوع دوّة. المهم فهي قالت له: "لأ إحنا انفصلنا وأنت أنا زعلانة منّك وأنت ما بتهتمش إن أنت تصالحني وبيهون عليّا زعلك." ويعني شوية العتاب دوّة. ودرجة إن هي كانت مقتنعة فعلًا إن هو مجرد إن هو بيقول يعني كلام كده وخلاص. فقالت له: "لأ أنا زعلانة منّك وإحنا متخانقين، وإنه في حالة إن أنت فعلًا لو أنت مهتم وعايز تصالحني ونرجع تاني نكمّل حياتنا مع بعض، تيجي لي المدينة اللي أنا فيها راكب عَجَلة." قد يكون الطلب عادي يعني، خصوصًا إن في الصين ما عندهمش مشكلة في حكاية العَجَل ديّة يعني، واللي هو لأ ومش هاقدر أو الناس تضحك عليّا، لأ يعني ده حاجة عادية جدًا. المشكلة إن المسافة ما بين عِشّة الزوجية والمكان اللي الزوجة كانت قاعدة فيه كبيرة جدًا، حوالي 4400 كيلو، وعشان يقطعهم على عَجَلة قطعهم في 100 يوم. فاللي هو تخيّل كده إن حد قرّر ياخد 100 يوم من حياته، ده شغّال إيه ده اللي مقضّي 100 يوم على عَجَلة، ماشي ما علينا. المهم يعني 100 يوم من حياته ما فيهاش أي أنشطة، ما فيهاش أي شغل، ما فيهاش أي زيارات، ما فيهاش أي حاجة غير إن هو راكب عَجَلة وبيقطع مسافة 4400. دي مساحة دولة، ده واخد الدولة كده من شرقها لغربها والّا من أولها لآخرها. اللي هو 4400 كيلو، مسافة كبيرة جدًا، جدًا، جدًا. وطبعًا قطعها في 100 يوم عشان يروح ويصالحها، وبالفعل طبعًا وصل لها، ويعني دي لو ما قبلتش الصلح بعدها يعني طلّقها أسهل. فاللي هو يعني لكن من الحاجات اللي بتفرق أوي وبتفرق معانا أوي كمان كبنات أو كستات، فكرة إن شريك حياتها يحس إن زعلها مش هاين عليه، أو إن زعلها بيفرق، أو إنه مهتم إن هُم لمّا يحصل ما بينهم خلاف إن هُم يتراضوا ويتصالحوا، وإنه نرجع تاني كده نتصافى زي ما بيقولوا. فيعني يعني سؤال كده للرجال اللي معانا، سواء بتسمعنا من دولة عربية، من دولة أجنبية، أيًا كان المكان اللي بتسمعنا من خلاله دلوقتي، هل عندك استعداد تقتطع من حياتك 100 يوم وتركب عَجَلة تقودها مسافة 4400 كيلو متر عشان تصالح مراتك؟ يعني ده سؤال مجازي عشان مش عايزين نسمع الإجابات اللي ممكن تزعّل الزوجات في حالة لو سمعوا الإجابة. لكن يعني أعتقد إنها خطوة فعلًا تدُل على قد إيه إن زوجته فارقة معاه، مهمة زي ما مريان كانت بتقول متقدّرة وزعلها فارق أو ما هانتش عليه. طيب خلّينا قبل ما نطلع مع بعض كمان فاصل نرجع لآخر تعليق معانا. علي محمد، يا علي أهلًا بيك معانا منوّرنا، بيقول: أجمل تحية صباحية معطرة بأريج الورود والياسمين أبعثها لراديو سما وطاقمها الجميل وللمستمعين جميعا. علي من العراق، أهلا بيك معانا يا علي منورنا، وأجمل صباح كده لكل اللي بيسمعونا من العراق. علي بنلعب مع بعض النهاردة لعبة لذيذة جدا وإحنا في أجواء شتوية، وابتدينا كده نطلع الشتوي واللكاليك والشرابات والدفى. عايزين نختار كده لون الشراب المفضل اللي هنلبسه في ليالي الشتاء الباردة، فقول لنا كده هتختار انهي لون من ال7 ألوان اللي معانا النهارده: أبيض، أسود، رمادي، أزرق، أصفر، بني، أحمر، والّا منقوش؟ دول 7 والّا 8 كده، حد عدّوا ورايا يا جماعة؟ المهم يعني إن الكومبو دوّة، فمين هيختار لون إيه، ونشوف ده هيكون بيدُل على إيه في شخصيته. متحمسة جدًا نكتشف شخصيات بعض من ألوان الشرابات المفضلة، ونشوف هل فعلًا ممكن يكون ده مواصفاتي، والّا هتكون دي الشخصية اللي أنا هاتبناها لمّا ألبس الشراب دوّة، أو ده الانطباع اللي هيكون بيتاخد عني. لعبة لذيذة خلّونا نلعبها مع بعض، لكن نكمّل فيها بعد الفاصل. فخلّونا نطلع مع بعض فاصل سريع ونرجع بعديه نكمّل كلامنا، ما تروحوش في أي حتّة. راديو سما بيرحب بيك. ما تنساش تعمل سبسكرايب، ولو الحلقة عجبتك اعمل لايك وشير وفعل زر الجرس. رجعنا ليكم مرة كمان ولسه مكملين يومنا مع بعض في صباح سما، ولسه بندور كده على ايه الكلمات اللي نحب نسمعها نحس كده اننا مبسوطين ومنشكحين كده لما حد يقولها لنا، وايه الكلمات اللي لما بسمعها ربنا يستر هبتدي اقلق واحس بخطر، واحس اني هو انا عملت حاجة، يعني لو تعرف عني حاجة قولي يعني ايه اللي حصل.
فمتحمسة جدًا إن أنا أكون باتشارك معاكم بالكلمات ديّة، جايبة لكم كده مجموعة كلمات الناس بتقلّق لمّا بتسمعها، وكلمات برضه كلنا بنفرح لمّا بنسمعها، فمستنياكم تشاركونا وتلعبوا معانا بلون شرابك المفضل اللي هتختاره في ليالي الشتاء الباردة، ونشوف ده هيكون بيدل على إيه في شخصيتك. هاستناكم تبعتوا لنا على تعليقات لايف الفيسبوك راديو سما أو على رقمنا على الواتساب، رقمنا هو 00357 خلّونا كده قبل ما نرجع لتعليقاتكم ورسايلكم أقول لكم إنه حقيقي كل كلمة بنسمعها سواء كلمة حلوة، كلمة وحشة، كلمة إيجابية، كلمة سلبية، كلمة مشجعة أو كلمة محبطة، كلّهم ليهم تأثير علينا. لكن هل بنقدر نميّز دوّة؟ هل ممكن تكون فاكر موقف مرّيت بيه كنت بتعمل حاجة ومتحمس ليها جدًا بس حد جه رمى كلمة ومشي من غير ما يركّز فيها، بس الكلمة دي أحبطتك، حسستك إنك مش هتقدر، إنك مش هتعرف، إنك مش قدّها، أو حد جه وهو ماشي برضه قال كلمة من غير ما يكون بيركّز فيها، بيقول الله حلو أوي الموضوع دوّة، وما كمّلش كلامه وهو سابك ومشي، بس فرقت معاك أوي الكلمة دي وحاسس إن هي شجّعتك، ففكّر معايا كده قُل لي إيه الكلمات اللي بتفرح لمّا بتسمعها؟ إيه الكلمات اللي بتحس إن أنت مميز لمّا بتسمعها؟ يمكن لحد دلوقتي أصدقائنا شاركونا بإنه ما هُنتش عليّا، ما هانش عليّا زعلك، ليك وحشة، أنا مفتقدك، أو أنا آسف. ويمكن أنا آسف دي من الكلمات اللي بنحتاج إن إحنا نتعلم نقولها ونتعلم نستقبلها، في ناس ما بتعرفش تستقبل للأسف، يا إما لإن هي مش مسامحة، أو لإنه يا خبر أبيض أنت بتعتذر لي أنا ده لو غلطت في حقك أو لحد غلط في حقك اقبل الاعتذار، أنت من حقك إنه يتم الاعتذار ليك في حالة إنه لو اتغلط في حقك. وعلى نفس الخط برضه فكرة عشان أنا مقدّرك، أو هاسكت عشان أنا مقدّرك، أو مش هاتكلم عشان أنا مقدّرك، أو ما عملتش الحاجة الفلانية عشان أنا مقدّرك، بتفرق أوي معانا وبتحسسنا كده قد إيه أنا معمول لي حساب، أو معمول حسابي عشان خاطري، أنا ليّا خاطر، أنا ليّا قيمة، أنا ليّا معزّة، مش مش كده وخلاص، مش الناس مش مركّزة معايا وما حدش مهتم بيّا، لأ، لمّا حد كده ييجي يقول لي أنا هاسكت عشان أنا مقدّرك، أنا هاسكت عشان خاطرك، أو أنا ما عملتش الحاجة دي عشانك، أو عملت الحاجة دي علشانك، عشان أنا مقدّرك، أو عشان أنا مقدّر تعبك، يا سلام عشان أنا مقدّر تعبك دي، كمان لمّا بتتقال للأمهات أو للستات اللي يا عيني تبقى شايلة البيت كلّه على دماغها وجوزها كده أو حد من أولادها ييجي يقول لها عشان أنا مقدّر تعبك، يجيب لها كوباية مَيّة، بسيطة طب يعني ما اقولهاش حتى اشتري وردة، كوباية مَيّة بس كده تبِل ريقها بيها وهي قاعدة بتعمل أي حاجة، أنا مقدّر إن أنتِ بتتعبي، أنا مقدّر إن أنتِ بتبذلي مجهود عشان أنا مقدّر تعبك، فكرة إن أنا متقدّر أو إن الطرف التاني مقدّرني، دي واحدة من الحاجات اللي بتفرق أوي معانا وتحسسنا كده قد إيه أنا مميز، وقد إيه أنا معمول لي حساب، وقد إيه أنا اللي باقدّمه أو اللي باعمله متشاف ومتقدّر، فأعتقد إن دي واحدة من الكلمات اللي بتفرق أوي، ففكّروا معايا كده إيه تاني ممكن يكون بيفرق معانا وممكن يكون فعلًا لمّا بنسمعه بنحس كده إننا مبسوطين، لكن قُلنا هنمشي في الخطين مع بعض. واحدة برضه من الكلمات اللي اكتشفت إن بتقلّق وبتوتّر وأعتقد دي في نوعين من الناس بيقلقوا منها، يا إما لو أنت أعتقد النوعين ولاد برضه، نوعين في الولاد وقد يكونوا في البنات الله أعلم، لكن لمّا تكون في مكان غير المكان اللي أنت قايل لماما وبابا عليه. أو تكون موجود في مكان غير المكان اللي أنت قايل لمراتك أو لخطيبتك عليه، يمكن أنت قايل لها إن أنت في البيت نايم وأنت على أصحابك على القهوة مع أصحابك، قايل لبابا إن أنت في الدرس وأنت عندك ماتش كورة مع أصحابك، لمّا بابا أو ماما يتصلوا بيك أو لو المدام بقى أو خطيبتك اتصلت بيك، افتح لي كده فيديو كول أنت فين دلوقتي؟ اللي هو أنا مش واثق فيك، أنا مش مصدّقك، أنت مش في الدرس، أنت مش في البيت، أنت برّه، فافتح لي فيديو كول، اللي هو يا نهار ألوان! يعني بيتلبّشوا لمّا يسمعوا كلمة زي دي، فشاركوني كده يا جماعة إيه الكلمات اللي بتقلق ولمّا بتسمعوها، هل في كلمات خاصة كده البنات تقلق لمّا تسمعها، أو الولاد يقلقوا لمّا يسمعوها، وإيه الكلمات الحلوة اللي نحب إننا نكون بنسمعها، نحب كده إننا تتقال لنا؟
أنا من الكلمات برضه اللي أعتقد إنها بتفرق أوي مع كل الناس، فكرة لمّا حد ييجي يقول لك كده أنا حاسس بيك. أنا حاسس بيك وأعتقد دي حلوة أوي في اللحظات الحلوة وفي اللحظات الصعبة. أنا حاسس بيك في ألمك وفي وجعك. أنا حاسس بيك قد إيه أنت مبسوط ومتحمس للحاجة دي أو متحمس للتجربة دي أو متحمس للخطوة دي. أنا حاسس بيك. فأعتقد دي لمّا بتتقال لنا بتحسسنا إن إحنا مش لوحدنا، أو إننا مش over وخلاص، أو إننا اللي مأفورين الموضوع، لكن بتحسسنا كده إن لأ، أنا متشاف، وإن أنا طبيعي، وإن أنا متقدّر، وإن أنا في حد اختبر نفس الشعور ده زيي، أو مَر بنفس الألم أو التجربة دي زيي. فلمّا حد يقول لي أنا حاسس بيك، أعتقد دي من الكلمات الحلوة أوي اللي بنتشجّع لمّا بنسمعها من بعض، بتفرق معانا لمّا بنسمعها من بعض. فقُل لي كده، هل أنا حاسس بيك، أنا حاسس بألمك، أو أنا حاسس بوجعك، أو أنا حاسس بمدى حماسك، أنا حاسس بمدى فرحتك. كلمة زي دي ممكن تكون بتفرق معاك أو بتشجعك. واحدة من الكلمات برضه اللي أنا بتفرق معايا أوي ويمكن اتشاركت معاكم بيها، أنا صليت عشانك. قمة المحبة، دي قمة المحبة. أنا صليت عشانك، دي قمة المحبة، إن أنا أخدت من وقتي الخاص جدًا، وقتي اللي باقضّي فيه العلاقة الحية ما بيني وما بين الله، بادردش وباحكي وبافضفض، باطلب طلبات ليّا، تعزيات ليّا، مش عارفة إيه، لكن أكون أنا بقى حد كبير وناضج وباخرج برّه دايرة الأنا، وقررت إن أنا أضمّك معايا في صلاتي، أذكرك معايا في صلاتي، أحطك كده قدامي وأنا باصلي وأقول يا رب اذكر فلان، أو أنا باصلي عشان فلان، فلانة تعبانة، فلان مريض، فلان محتاج، فلانة عندها مشكلة معينة، فأنا صليت عشانك. بتحسسني قد إيه أنا محبوب وأنا غالي، وأنا آآ الله، ده أنا على البال. أنت مفتكرني، أنت مش مجرد إن إحنا بنتقابل شوية وبنروح فأنت بتنساني مجرد ما بنخرج من باب الأوضة. فاللي هو لأ، يعني فكرة إن حد ييجي كده يقول لي أنا صليت عشانك، باحس إن دي لأ، دي من أكتر الكلمات المهمة واللي بتفرق، وأعتقد إن هي مشجعة كمان لناس كتير. ففكر معايا كده إيه تاني من الكلمات اللي ممكن تكون بتتشجع لمّا بتسمعه، بيفرق معاك. أنا واحدة من الكلمات اللي بتشجعني أوي لمّا حد بيقولها لي، لمّا حد نكون بنتناقش في حاجة أو في جدال في حاجة معينة وحد يقول لي عندك حق، بتحسسني كده إن أنا ماشي صح، إن أنا مش تايه، إن أنا مثلًا مش ضهري للهوا كده، لأ، بتحسسني إن أنا مسنود ومدعوم، معايا حق، صح، يعني أنا باتكلم صح، أنت بتؤيدني، أنت بتشجعني. عندك حق، أنا عندك حق، دي باحس إنها من الكلمات المشجعة جدًا. فكر معايا كده وقُل لي إيه الكلمة اللي بتحس بتشجيع وسَنْدة لمّا بتتقال لك أو لمّا بتسمعها. لكن برضه بقى في الخط التاني بقى، من الكلمات المُقلقة أو من الكلمات اللي بتوتّر لمّا الناس بتسمعها، وأعتقد إن دي برضه ما بين بنقول عليها إيه، شركاء الحياة أو الحبيب أو المخطوبين، خصوصًا المخطوبين جديد. لمّا البنت تقول للولد: "ما أنت لو مهتم كنت عرفت لوحدك." ما أنا ما باشمِّش على ضهر إيدي، يعني الراجل معاه حق، ما بيشمِّش على ضهر إيده، ما بيتنبأش بالمستقبل، بس يعني ما أنت لو مهتم كنت عرفت لوحدك. ما هو أصل الاهتمام ما بيطلبش، يا ربي دي كلمات أعتقد إنها قد تكون كلمات مرعبة للزوج أو للخطيب، أو اللي هو تحسسني كده إن أنا في امتحان، أو النهارده إيه، اللي هو النهارده إيه، النهارده لا عيد ميلادِك ولا عيد جوازنا ولا عيد ميلاد حد من الأولاد، عيد ميلاد مامتِك طيب، طب عيد ميلاد صاحب في إيه النهارده؟ وتكون هي بتسأل النهارده إيه في أيام ربنا عادي جدًا، فاللي هو يا عيني في كلمات عادية جدًا بتبقى عاملة نوع من أنواع الفوبيا لبعض الناس، هلع، نوبة هلع، الناس بتيجي لها كده إيه، اللي هو إيه النهارده إيه، النهارده إيه، ويبتدي يعرق ويتوتر، واللي هو أنا مذاكر صدقيني، يوم ما اتقابلنا، يوم خطوبتنا، يوم جوازنا، يوم عيد ميلادِك، يوم ما اللي هو في تواريخ تاني طيب. يعني الموضوع بيبقى موتر جدًا للناس دي، وخصوصًا أعتقد إن هنا بقى الطرف التاني اللي هو البنت هنا في الحالة ديّة، محتاجة تهدى شوية، يعني واضح إن هي عاملة قلق وتوتر يا عيني لشريك حياتها، محتاجة تهدى عليه شوية. لكن خلّونا كده نرجع تاني ونفكّر إيه الكلمات اللي بنحب نسمعها. في كلمات بنتوتر وبنقلق وبنخاف كده ونهلع لمّا بنسمعها، لكن إيه كلمات نحب كده
إننا نسمعها، مش هاقلق منها، مش هاخاف منها، أحس كده إن أنا مهم بيها، إن أنا فرحان لمّا بتتقال لي، إن أنا متشجّع لمّا بتتقال لي. أنت شكلك حلو، يمكن زي ما ماجدة كانت بتقول في الأول خالص المجاملات الاجتماعية، أنت شكلك حلو، أنت كلامك طريقتك حلوة، أنت لبق، أنت مش عارفة إيه. أنتم عارفين يا جماعة يمكن واحدة من ودي دراسة يعني هاقول لكم الدراسة دي أعتقد إن أنا قريتها من قريب، الدراسة دي هاحاول إن أنا أدوّر لكم على تفاصيلها، لكن الدراسة دي كانت دراسة اتعملت في واحدة من الجامعات في كندا، اتعملت على مجموعة من ال الرجال والسيدات والسناجل كمان مش المرتبطين، فلقوا إنه الشباب أو الرجالة السناجل أو المش مرتبطين بتظهر عليهم علامات الشيخوخة بمعدل أسرع عكس البنات والستات حتى لو مش مرتبطين، أو لو البنت أو الست single مش مرتبطة، فبيقول لك الولاد بيظهر عليهم العجز أكتر. ليه بقى؟ لإنه البنات بيهتموا بنفسهم، صحتهم بتكون أفضل لإن هُم بيكونوا سعداء إن هُم مهتمين بنفسهم، لمّا بيسمعوا كلمة حلوة. البنات عندهم عادة كده مع بعض إن هُم يشجعوا بعض، اللي هو شكلِك حلو النهارده، لبسِك حلو النهارده، الmakeup بتاعِك حلو، تسريحة شعرِك مش عارفة إيه حلوة، فقالوا دي من الحاجات اللي بتساعد كده إن الجسم يفضل ب ب برونقه، بصحته. الشباب ما بيهتموش بالتفاصيل دي، فبيقول لك عشان كده البنات والستات معدل الشيخوخة عندهم أو معدل ظهور علامات الشيخوخة عندهم أقل، مش لإن في اختلاف في الجينات على قد ما في اختلاف في مدى الاهتمام. أصل البنت هتبقى عايزة تسمع الكلمة دي تاني، تسمع إنه حد يقول لها شكلِك حلو، أنتِ شكلِك منوّر النهارده، فتبقى بتحاول تحافظ على بشرتها، بتحاول تشوف إيه الكريمات المناسبة لبشرتها ولصحة بشرتها، فاهمين الفكرة؟ فعشان كده البنات والستات حتى اللي مش مرتبطين آمم معدل ظهور علامات السِمنة عليهم بيكون أقل. في كلمات نحب نسمعها يا جماعة، يعني قُل لي شكلك حلو كده عشان شكلي يفضل حلو، قُل لي إني متقدّر عشان أفضل واثق في نفسي، قُل لي إنك بتصلّي عشاني عشان أفضل متأكد قد إيه إن أنا محبوب، إن أنا مدعوم. فكلمات كتيرة لمّا بنسمعها بتفرق معانا، في منها نحب إننا نسمعه، وفي منها نحس كده بقلق وخطر وإنها تقترب. ربنا يستر. واحدة من الكلمات برضه اللي بتقلّق أوي الساعة في إيدك كام يا أستاذ؟ اللي هو في حالة لو وصلت الشغل ولقيت الHR أو المدير بيقول لك الساعة في إيدك كام يا فندم؟ اللي هو أنا متأخر؟ أو داخل البيت والمدام بتقول لك الساعة كام يا أستاذ؟ خير الخناقة على إيه النهارده؟ أو داخل البيت متأخر وبابا ييجي يقول لك الساعة كام يا باشا؟ كنت فين؟ اعترف. اللي هو الساعة لسه 08:00 فاللي هو قلق، اللي هو أنت ممكن تكون مش متأخر، بس لمّا تتقال لك الكلمة ديّة اللي هو خير أنا عملت إيه؟ اترفدت والّا لسه؟ هنتخانق على إيه النهارده؟ فاللي هو كلمة عادية جدًا، لكن في كلمات كده أحيانًا لمّا بتتقال من ناس معيّنة بتبقى قمة الرعب، مرعبة جدًا. فكروا معايا كده تاني، إيه ممكن تكون كلمات بنقلّق لمّا بنسمعها، بنتوتر كده ونتوجس لمّا بنسمعها. فكروا معايا كده وما تنسوش لسه مكملين لعبنا مع بعض. اختار لون شرابك المفضل اللي هتلبسه في أجواء الشتا كده، وأقول لك ده ممكن يكون بيدل على إيه في شخصيتك. خليكم معانا فاصل ونرجع نكمل كلامنا، ما تروحوش في أي حتة. راديو سما بيرحب بيك. ما تنساش تعمل سبسكرايب، ولو الحلقة عجبتك اعمل لايك وشير وفعل زر الجرس. رجعنا ليكم مرة كمان، لسه مكملين صباحنا ويومنا مع بعض في صباح سما، ولسه بندور كده على ايه الكلمات اللي بنحب نسمعها، الجمل اللي بنتشجع لما بتتقال لنا، وايه الكلمات اللي لما بسمعها او لما بتتقال لي بقلق وبتوتر وبحس كده انه يعني يا ساتر استر. انت فين؟ مش ناسي حاجة؟ الساعة كام في ايدك؟ مضطرين نخلع الضرس ده يا فندم. دي لما بتتقال من دكتور السنان اللي هو طيب شكرا خلي الكشف لحضرتك، انا مروح، انا بحبه مسوس، انا عايزه يوجعني. شويه كلمات عاديه لكن بتبقى مرعبه احيانا لما بتتقال من ناس معينه. فكر معايا كده ايه ممكن تكون ايه هي الكلمه دي بالنسبه لك كمان. قولي ايه الكلمه اللي بتتشجع لما بتسمعها. وما تنساش تلعب معانا، تختار لون شرابك المفضل من الالوان اللي معانا النهارده. الوان الشرابات اللي معانا النهارده
النهارده ابيض، اسود، رمادي، ازرق، اصفر، بني، احمر، منقوش. دول طلعوا 8 الوان يا جماعه مش 7. المهم هستناكم تختاروا اللون، وعايزه كده اروح للرسايل على الواتساب. وعبد الفتاح بيختار الشراب المنقوش، فخليني كده بسرعه اقول لك ايه الشراب المنقوش بيدل على ايه. الشراب المنقوش يا سيدي بيقول ان انت شخص جريء وبتميل للمخاطرة وتجربة حاجات جديدة من غير خوف، وكمان بتقول انك شخص فنان وعندك حتة ابداع شايلها للحبايب وبتنبسط بيها. فقولي كده، هل شايف نفسك انه انا من الناس اللي بحب كده ان انا اكون براحتي وسط حبايبي وشايف نفسك كده مبدع شوية؟ هستناك كده ترجع تشاركنا وتقولي ايه اكتر كلمة بتتشجع لما بتسمعها. يمكن قلنا كلمات كتيرة لحد دلوقتي. انا انا اسف، ليك وحشة، انا مفتقدك، عشان خاطرك، انا مقدر تعبك. انا مقدر تعبك دي اعتقد ان هي لما بتتقال لاي حد فينا، ويعني شاركوني كده يا جماعة برأيكم. لما يجي كده حد يقول لك انا مقدر تعبك، بتحس ان انت اتشحنت بطاقة مش عارف جاية منين، وعندك استعداد ان انت تقدم اكتر بكتير، لمجرد بس ان الطرف التاني آه، حسسني انه انا متشاف، انا مجهودي متقدر، انا تعبي متقدر، انا مش مجرد انه اللي بعمله رايح كده، او بعمل زي مش بعمل، او وجودي مش فارق، والمجهود اللي انا ببذله مش فارق، لكن لا، انا مقدر تعبك، انا شايف انت بتعمل ايه ومقدره. دي بتخلي عندنا طاقة واستعداد ان احنا ندي اكتر بكتير. فيعني قولولي كده لحد فين ممكن تكونوا بتتفقوا معايا في الفكرة دي. لكن واحدة كمان من الكلمات اللي بحس ان هي مشجعة جدا وبتفرق قوي مع اي حد فينا لما بيسمعها، آم، لما تكون بتقابل حد مثلا بعد فترة، ومش لازم بعد فترة، يعني قابلت حد كده وادالك هدية. انه فكرة الهدايا في حد ذاتها من الحاجات المشجعة جدا، لكن الاجمل انه ممكن تكون الهدية دي بدون مناسبة، ويقولك بس انا كنت في مكان ما وشفت الحاجة دي وافتكرتك، قلت لازم اجيبها لك. اللي هو فكرة إن أنا على البال، حتى ولو ما فيش مناسبة، أنت مهتم تفرّحني، أو مهتم إن أنت تكون بتفتكرني حتى لو ما فيش مناسبة معيّنة. يعني عادي وطبيعي إن إحنا مثلًا في أعياد ميلاد بعض نهادي بعض، فنجيب هدايا لبعض. فلمّا باكون مثلًا عيد ميلادك قرّب، فيعني وارد إن أنا لمّا أشوف حاجة عارف إن هي ممكن تناسبك فافتكر إن أنا أجيبها، فأنا أول ما شُفتها قُلت دي بتاعتك. لكن لو ما فيش مناسبة، أعتقد إنها بتفرق أوي. أنا شُفت الحاجة دي وافتكرتك، مش لازم تكون حاجة فظيعة. يمكن بما إن إحنا في أجواء الكريسماس والاحتفالات وبابا نويل والزينة وكده، بدون مناسبة، الأقلام اللذيذة ديّة اللي عليها بابا نويل، اللي عليها راس غزالة اللي لونها أحمر الجميلة دي، آآ جِبت منه ليّا وافتكرتك فجِبت لك معايا. الشجرة الصغننة اللي طولها لا يتعدى ال10 سنتي دي، حلوة أوي. كنت باجيب حاجة وشُفتها وافتكرتك، قُلت عايزة أعايد عليك بيها، من غير مناسبة، من غير ما يكون في بس أعتقد إنها من الحاجات اللي بتدُل على إن أنا محبوب، تحسسني إن أنا محبوب، وبتحسسني إن أنا معمول حسابي، وإن أنا على البال، وإن إن أنا مهم. الله! ده أنا مهم. شُفت الحاجة دي وافتكرتك. مين كده بيحس إن موده اتغيّر لمّا يسمع كلمة زي دي، لمّا يتقال له شُفت الحاجة دي وافتكرتك، أو ياه ده حصل موقف افتكرتك قُلت يا فينك، يا ريتك كنت معانا. أو لمّا نروح رحلة حلوة كده وقعدة حلوة، يا سلام لو فلان كان معانا. لمّا ناكل أكلة حلوة، ياه ده فلان كان هينبسط أوي، بيحب أوي الأكلة دي، وترجع تحكي له. ففكرة إنه الله، أنت في لحظاتك الحلوة مهتم تفتكرني، في لحظاتك الحلوة مهم تشركني معاك بأبسط التفاصيل، ولو بحاجة بسيطة جدًا. فدي أكيد من الكلمات اللي نحب إننا نكون بنسمعها. فعشان كده هو ده سؤالنا وموضوعنا النهارده. إيه الكلمة اللي بتتشجع لمّا بتسمعها؟ إيه الكلمة اللي بتفرح لمّا حد بيقولها لك؟ أنا شخصيًا بافرح أوي لمّا حد يقول لي أنا معاكِ ما تقلقيش. لمّا يكون مطلوب منّي حاجة، وممكن أكون أنا شاطرة جدًا في إن أنا أعمل الحاجة ديّة، وقد إن أنا أعمل الحاجة دي لوحدي، بس إحساس الأمان والطمأنينة كده اللي هو go on، ابدئي وأنا معاكِ ما تقلقيش. فاحس إن أنا مش لوحدي، أنا مسنود، أنا مدعوم، أنا لو وقعت هالاقي حد يلحقني، هالاقي حد يسندني، هالاقي حد يحَلّق عليَّ. ففكرة إنه أنا معاك، أنت مش لوحدك.
أنا كليليان أنا بتفرق معايا أوي الفكرة ديّة إنه أنا معاك، ما تقلقش. فوجود حد تطمن بيه، وجود حد كده تحس إنه أنا هاعمل كل اللي في إمكانياتي وكل اللي في طاقتي وهو هيحَل عليَّ، وبالضبط هي دي العلاقة اللي الله مستني إن إحنا نكون بنتعامل معاه بيها. هو بيقول لنا كل يوم أنا معاك، في كل لحظة أنا معاك. ابدأ أنت واعمل بقى كل اللي في طاقتك، كل اللي في إمكانياتك، كل اللي أنت تقدر إن أنت تكون بتقدّمه وما لكش دعوة بالباقي. أنا معاك، أنت مش لوحدك، أنت مش مدعوم، أنا مصدّق فيك، أنا واثق فيك، أنت قدّها، أنا واثق فيك وأنت قدّها. دي من الكلمات التشجيعية اللي قادرة بسهولة جدًا إن هي تنقلنا من 0 ل100. إنه جُمل بتحسسنا بالحياة، بالطاقة، بالتشجيع، إنه ده أنا في حد مآمن بيّا، أنا في حد مآمن بإمكانياتي، في حد مآمن بإن أنا هاعرف حتى لو أنا مقتنع إن أنا مش هاعرف، حتى لو أنا مش مصدّق في نفسي، حتى لو أنا مش مصدّق في إمكانياتي، حتى لو أنا مش مصدّق في مهارتي وشطارتي وقدرتي على إن أنا آخُد الخطوة أو إن أنا أعمل الحاجة. فأنا معاك، أو أنا مصدّق فيك، أنا عارف إن أنت قدّها، أنا عارف إن أنت هتوصل. لأ، دي شحن طاقة. وعايزة أقول لك لمّا بتتقال مع حد فعلًا لسه ما عندوش الثقة الكافية في نَفْسه، بتفرق جدًا يا جماعة عن تجارب عملية شُفتها قدّامي فعلًا. بتفرق. أنا عارف إنك هتعرف، أنا عارف إنك هتقدر، أنا مصدّق في إمكانياتك. في إمكانياتي فين؟ أنا ما باعرفش، أنا ما عنديش إمكانيات، بس أنا مصدّق إن أنت جواك حاجة هتساعدك إن أنت تعمل الحاجة دي، هتخلّيك تعرف إزاي توصل لها، هتخلّيك تعرف إزاي تعملها. فأنا مصدّق فيك، أنا واثق في إمكانياتك، أنا واثق في قدراتك. أعتقد دي من الحاجات اللي بتفرق أوي ومشجّعة جدًا، 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 خصوصًا مع الصغيّرين. الصغيّرين لسه صغيّر في بداية حياته، صغيّر في إمكانياته، صغيّر في سِنّه، لكن بتفرق جدًا. فشاركني كده وفكّر معايا إيه تاني ممكن يكون من الكلمات اللي لمّا بتسمعها بتحس إن أنت مسنود، بتحس إن أنت متشجّع، بتحس إنه بس لأ، أنا متطمن. أنا متطمن وعارف إن أنا مش لوحدي. الكلمات اللي بتدّينا الإحساس ده بقى بمختلف أشكالها، من ضمنهم أنا في صفّك. لمّا تكون كده في جدال مع حد وييجي طرف تالت يقول لك أنا في صفّك، أنا باتّفق معاك، أو أنا فاهمك، أنا فاهم اللي أنت بتقوله، أنا فاهم وجهة نظرك، اللي هو أنت فاهمني؟ يعني أنا مش باتكلّم في الهوا، أو إن أنا صح. يا جماعة فكرة إن إحنا نحس إننا مدعومين، دي واحدة من الحاجات أو من أكتر الحاجات المشجعة جدًا للإنسان. وأعتقد عشان كده محتاجين نتعلم إن إحنا نعملها مع بعض، نشجّع بعض بالكلمات دي. أنا مصدّق فيك، أنا في صفّك، أنا فاهمك، أنا فخور بيك، أنا فخور بيك. بتدّي إحساس كده بالاعتراف بالإنجازات اللي أنا ممكن أكون باعملها حتى لو كانت بسيطة، حتى لو كانت يعني لا تُذكر، بس أنا فخور بيك. أنا فخور بإن أنت عرفت تعمل الحاجة دي، أو فخور إن أنت قدرت تمسك نَفْسك ما تعملش الحاجة دي. أنت قدّها، وأنت قدّها دي قاموس تاني لوحده. بتحسسنا كده أو بتدّينا إحساس بإني عندي إمكانية وعندي القدرة على إن أنا أواجه أي تحديات. أنت قدّها. اللي هو بجد أنت مصدّق إن أنا قدّها، أنا واثق فيك، أنت بجد واثق فيك، أنا مصدّق في إمكانياتك، بجد أنت بتنقل في حتّة تانية. فكرة إن حد ييجي يشجّعك يقول لك أنت مميز، صدّق في نَفْسك وصدّق في إمكانياتك، بتخلّينا نحس إننا أنا مميز. هو أنا مش واحد من ملايين؟ لأ، أنت مش مجرّد واحد من ملايين. أيًا كانت أنت إمكانياتك إيه، أو بتعرف تعمل إيه، أو مش بتعرف تعمل إيه، فأنت مميز. أنت مش زي أي حد، أنت ما فيش نسخة تانية منّك، أنت في حاجة خاصة جدًا وفريدة جدًا فيك أنت، بتاعتك أنت، مميزة عندك أنت. فلمّا حد كده ييجي يقول لي أنت مميز أو أنتِ مميزة، اللي هو بجد لأ، كلمة مشجعة جدًا، أكيد كلمة مشجعة جدًا. الكلمات دي كلها أكيد مهمة إن إحنا نكون مش بس بندوّر إن إحنا نسمعها، لكن بندوّر كمان إن إحنا نكون بنتشارك بيها مع اللي حوالينا. تأثير الكلمة المشجعة وتأثير الكلمة الإيجابية كبير جدًا، كبير جدًا، وليها أثر كبير جدًا على الصحة النفسية والجسدية والمزاج والmood والطاقة. بترفع الطاقة، ليها تأثير كبير جدًا على حياتنا.
فخلونا إيه رأيكم نطلع مع بعض آخر فاصل، ونرجع بعد الفاصل نحكي أكتر عن تأثير الكلمات الإيجابية والسلبية على حياتنا، وإزاي ممكن نستخدم الجمل ديّة إننا نبني علاقات قوية مع أصدقائنا وقرايبنا وأهلنا والناس اللي بنحبها. فخليكم معانا فاصل ونرجع نكمل كلامنا مع بعض، ما تروحوش في أي حتة. رجعنا ليكم مرة كمان، لسه مكملين يومنا وصباحنا مع بعض في صباح سما، ولسه بندور كده ايه الكلمات اللي بنحب نسمعها، بنتشجع لما بنسمعها، وفي المقابل ايه الكلمات اللي ممكن اكون بقلق وبتوتر لما بسمعها. ويا سلام بقى لو الكلمة دي اتقالت من الشخص دوت. قبل ما نكمل كلامنا في الفكرة دي، عايزة اتشارك معاكم بألوان الشرابات لكل أصدقائنا اللي هيكونوا بيتابعونا بعد الهوا، برضو يستمتعوا معانا باللعبة دي. فخلينا كده ناخد لون، وايا كان اختيارك هتلاقيه معانا في الالوان دي. اول لون احنا اتفقنا اولا انه الوان الشرابات اللي معانا في لعبة النهاردة بتدل على كده تفاصيل في شخصيتك، او دي بتقول ايه عن شخصيتك، الرسالة اللي بتوصلها للناس. فهل ده فعلا انت ولا لا محتاج كده تدور على شراب تاني؟ احنا داخلين على شتاء وهنطلع بقى الشرابات واللكاليك، فمحتاجين ننقي شرابات مناسبة. فاول لون معانا وهو الشراب الابيض، الشراب التقليدي البسيط الجميل، بيقول ان انت شخص بيحب العملية والبساطة، ما بتحبش وجع الدماغ، وبيدل ان انت شخص سهل التعامل معاه، مش بتاع حوارات. ويا سلام بقى لو بتلبس الشراب ابيض وفيه الوان او رسومات، يبقى انت كده شخص مبدع ومميز في حياتك. اما لو اخترت الشراب الاسود، بيقول ان انت شخص كلاسيكي، بتحب تبقى فورمال، وشخصيتك فيها حزم شوية، وغالبا بتكون واثق من نفسك جدا وشخص راقي في تعاملاتك. بس لو حبيت تلبس شراب اسود وعليه الوان وتصميمات غريبة، يبقى فيه جزء من شخصيتك متداري، بس دمه خفيف والناس تحب تتعرف عليه. اما بقى لو انت من الناس اللي اختارت الشراب الرمادي، بيقولوا ان انت شخص متوازن في حياتك، بتحب الاستقرار، غالبا بتكون شخص عملي، وبتحب النظام وملكش في البهدلة، حد هادي راسي كده. اما بقى لو اخترت الشراب الازرق، انا بحب اللون الازرق يا جماعه، فبيقول ان انت شخص صادق وعلى طبيعتك، والناس بتثق فيك بسرعه، وانك كمان شخص هادي وميكس كده جميل ومضروب في الخلاط، ومميز ما بين الرسميه والعمليه. فقولوا لي كده الناس اللي اختارت الشراب الازرق، هل شايفين نفسكم في الموضوع دوت؟ خامس لون معانا وهو الشراب الاصفر، بيقول ان انت شخص مبهج متفائل، بتحب تنشر الإيجابية حواليك، وكمان بيقول إن أنت شخص مختلف ومميز، والحاجات الصغيرة بتفرحك. مش عارفة ليه الشراب الأصفر فكرني بسبونج بوب، مش عارفة طفولة متأخرة دي يا جماعة ولا إيه؟ المهم يعني الشراب البني بيقول إن أنت شخص واقعي قوي، مسؤول وملكش في الدلع، وبيدي للناس انطباع إن أنت شخص ملتزم بكلامك وعلى وضعك. ده الشراب البني، حاسة كده اللي هو إيه، موظف قوي في نفسه. كمان الشراب الأحمر زي ما قلنا بيدل على إن أنت شخص منفتح، واثق من نفسه، يحب يكون مركز الاهتمام في أي مكان، ملهم كده للي حواليه، وكل الناس بتنبهر بيه. آخر شراب معانا الشراب المنقوش، بيدل على ان انت شخص جريء، بتميل للمخاطرة وتجربة حاجات جديدة من غير خوف. كمان بتقول ان انت شخص فنان، وعندك حتة ابداع شايلها للحبايب بينبسطوا بيها. الوان الشرابات طلع موضوع كبير يا جماعة، ما طلعش مجرد لون شراب. اي شراب بيطلع في ايديا فردة وفردة، ده فردة وفردة دي انت كده شخص كرييتيف بزيادة، ده انت كده شخص مبدع، ابداع السنين يعني. لكن دي كانت الوان الشرابات اللي معانا النهارده. وقبل ما وقتنا يخلص، عايزين كده نرجع تاني لموضوعنا ونكمل كلامنا في ايه الكلمات اللي بتشجع لما بسمعها، وايه الكلمات اللي بحس بانطفاءة واحباط كده ان انا سمعتها، الكلمات المشجعة. وفي كلمات تانية بقى الخط الموازي لينا، الكلمات المرعبة. الكلمة المرعبة لما بتيجي من حد معين قد تكون كلمة عادية جدا، لكن لما اسمعها من الشخص دوت اللي هو ابتدي اقلق واتوتر. صباح الخير، صباح الخير كلمة عادية جدا، العالم كله بيصبح على بعضه بصباح الخير. لكن لما مديرك كده يجي يقولك صباح الخير يا استاذ، انا ما عملتش حاجة، مش انا اللي كلت الجبنة، مش انا، بريء يا فندم. فاللي هو في كلمات عادية جدا، لكن لما نسمعها من اشخاص معينة، لما نسمعها من ناس معينة، اللي هو يا ساتر استر يا رب. لكن من الحاجات اللي محتاجين نكون برضو بنعرفها معانا النهاردة، أهمية وتأثير الكلمات المشجعة دي على حياتنا. هي بتأثر جدا على علاقاتنا، بتأثر على عمق علاقاتنا. لما أكون كده
أنا باجمّع وبافتكر إني أشجّع الناس اللي حواليّا طول الوقت، قد إيه علاقتي بيهم هتكون عميقة، قد إيه أنا هاكون حد مميز في حياتهم. وقد إيه لمّا حد كده يكون كل يوم الصبح مثلًا يشوفك يقول لك صباح الخير شكلك حلو أوي النهارده، صباح الخير شكلِك حلوة أوي النهارده، قد إيه الشخص ده معزته بتزيد في قلبي من غير ما نحس، بقى شخص قريب وغالي، فبتأثّر على علاقاتنا، بتأثّر على حياتنا الاجتماعية، بتأثّر على صحتنا النفسية والجسدية، على مودنا ومزاجنا وطاقتنا. فالسؤال بقى إزاي أقدر أستخدم الكلمات دي أو الجُمل دي إن أنا أبني علاقات حقيقي تكون قوية مع أهلي ومع أصدقائي ومع اللي حواليّا، حاول تكون بتحطها زي ما ماجدة قالت لنا كده في أول الحلقة، المجاملات ال الاجتماعية العادية دي باستخدمها، باقولها هاخس إيه؟ هل أنا هاخس حاجة لمّا أقول لك إن برافو عليك أنت عملت الحاجة الفلانية دي حلوة أوي، برافو عليك في القرار اللي أنت أخدته، برافو عليك أنت أو أنتِ كان شكلِك حلو أوي النهارده، يعني مثلًا لو عندك زميل أو صديق شاطر في حاجة معينة، بدل ما تقول له برافو يعني تمام كويسة، قُل له برافو عليك، أنا فخور بيك، أنا منبهر إزاي عرفت تعملها، أنت مميز، أنت شجّعه، هيحس بإنجاز أكتر وهيحس بسعادة أكبر كده ويبقى عنده استعداد إن هو يدّي أكتر وأكتر وأكتر، يبقى عنده طاقة إن هو يقدّم أكتر بكتير، على عكس الجُمل المُحبطة أو الكلمات السلبية اللي بتحبط وبتكسر. ما أظنش إنك هتقدر، ما أعتقدش إن أنت هتوصل، ما تحاولش لإنك مش هتعرف، كلمات فعلًا بتكسر، كلمات فعلًا بتقتل العزيمة مش بس بتهبّطها، بتقتل العزيمة جدًا، فخلّونا نفتكر إننا محتاجين باستمرار نكون بنختار الكلمات اللي بنتواصل بيها مع بعض، ونختارها بعناية وبتركيز، أنا هاقول إيه للي قدّامي، هيخبط فيه لحد فين، هيأثّر فيه لحد فين، هي مجرد كلمة اتقالت في لحظة وخلاص اتنست لا أثّرت لا فيه ولا فيّا، والّا كلمة هتوجع فعلًا، هتأذي فعلًا، مأثّرة فيه فعلًا ومحتاج إن أنا كنت أراجع أو كنت محتاجة أراجع نَفْسي قبل ما أقول كلمة زي دي، أو قبل ما ألوم بطريقة زي دي، أو قبل ما أعاتب بطريقة زي دي. فإحنا محتاجين نخلّي بالنا ونتعلّم إزاي نكون أكثر انتباهًا للكلمات اللي بنقولها. أنتقيها بعناية، عايز أشجّع والّا أنا خبيث وسوسة كده وعايز أكسر؟ الجُمل اللي نحب نسمعها مش مجرّد كلمات عادية كده بتتقال أو مجرّد كلمات بنسمعها وخلاص، لكن الكلمات هي مفاتيح، مفاتيح للروح، مفاتيح لحياة أفضل، مفاتيح لعلاقات أفضل، مفاتيح لإني أكون باخلق لنفسي حياة مليانة علاقات متزنة سوية، وفي نفس الوقت هي مفتاح لإني أكون بازرع في الشخص اللي قدامي حاجة حلوة، حاجة إيجابية، حاجة مشجعة. فالنهارده كنا بندوّر على إيه الكلمات الحلوة اللي أنا أحب أسمعها. إيه الكلمات المشجعة اللي أنا أحب أسمعها، إيه الكلمات الجميلة اللي أنا ممكن أكون باحب أسمعها، لكن محتاج برضه أفتكر إن أنا كمان أقدر إن أنا أكون مصدر إلهام للناس اللي حواليّا، أنا كمان أقدر إن أنا أكون شخص مشجع، يمكن أنا مفتقد لإن يكون في حياتي حد يقول لي كلمات حلوة، حد بيشجعني بطريقة معينة، حد لمّا باعمل حاجة حلوة بيقول لي برافو عليك، أنا مفتقد وجود الشخص ده في حياتي، مفتقد وجود المشجع ده في حياتي، لكن أنا أقدر إن أنا أبدأ، أنا بدل ما بالوم على الناس وباعتب عليهم وباعتب على إنه ده مش وفي، ده بتاع مصلحته، ده مش مشجع، ده مُحبط، ده مش عارفة إيه، وده ومش عارفة إيه، ما ابدأ أنت وكون التغيير اللي تحب إن أنت تكون بتشوفه في الناس، ابدأ أنت وكون البذرة لثمرة تنمو نحصد ثمارها بعد كده. ابدأ أنت وكون أنت التغيير، كون أنت مصدر الإلهام للي حواليك، ابدأ أنت شجّع، ابدأ أنت ادّي كلمات إيجابية، ابدأ أنت قُل كلمات حقيقي تكون مشجّعة للناس اللي حواليك، كون أنت مصدر الإلهام ليهم، كون أنت مُعدي، إحنا كنا بندوّر الأسبوع اللي فات على إيه أنواع العدوى اللي عايزين نتعادي بيها وما تكونش فيروسات ولا ميكروبات ولا أمراض، ف خلّيك أنت مُعدي بإن أنت تكون شخص ملهم. خلّيك مُعدي بإنك تكون شخص مشجّع، خلّيك مُعدي بإن أنت تكون شخص عينه بتدوّر على الحاجة الحلوة علشان تشجّع بيها،
ونصيحة، خلّي بالك من الكلمات اللي بتقولها كمان لنَفْسك مش بس للناس. آآ أي كلمة أنت بتقولها سواء لنَفْسك أو للي حواليك، هي ممكن تكون مفتاح لتغيير أو سبب لتغيير حياة. فخلّينا نكون دي الفكرة الأخيرة اللي بنختم بيها مع بعض، إن أنا زي ما عمّال باشجّعني إن أنا أكون مشجّع للناس، وإني أكون باقول لهم كلمات إيجابية، وإني أكون باقول لهم كلمات مشجّعة، وإن أنا أكون بادعمهم، وإن أنا أكون بارفع من روحهم المعنوية وبارفع من عزيمتهم، أخلّي بالي أنا كمان كلماتي اللي أنا باقولها لنَفْسي إيه. إيه الكلمة اللي أنا باحب أقولها لنَفْسي؟ أنا باحب أقول لي برافو عليك، أنا باحب أقول لي أنت تقدر، أنا باحب أقول لي أنت قدّها، أنا باحب أقول لي أنت مسنود، أنا باحب أقول لي إن أنا متشجّع، أنا باحب أقول لي إن أنا معمول حسابي. فشجّع نَفْسك بالكلمات اللي أنت محتاج تسمعها. أوقات كتيرة ما بنكونش محظوظين كفاية إن يكون في دوايرنا أو إن يكون في علاقاتنا ناس شاطرة في التشجيع، أو ناس شاطرة في إن هي تكون بتدعم، أو ناس شاطرة في إن هي تكون بتزُقّنا للأفضل، بتزُقّنا إننا نكون النسخة الأحسن من نَفْسنا، النسخة الأفضل منّي، أنا عايزة أكون النسخة الأفضل منّي. في ناس محظوظة بوجود العلاقات دي في حياتها، وفي ناس لسه ما أسعدهاش الحظ إن هي تكون بتلاقي العلاقات دي. فكون أنت المشجّع لحياتك، كون أنت، ودي خطوة جديدة كده ممكن قرار آخده وأنا داخل معايا 25، آخُد معايا القرار دوّة، إن أنا حتى لو ما لقيتش اللي يشجّعني، حتى لو ما لقيتش اللي يدعمني، حتى لو ما لقيتش اللي يقول لي برافو عليك، أنا هاكون أنا باقول لي، أنا هاكون أنا بادعمني، أنا هاكون أنا باشجّعني. ودي كانت الفكرة أو الرسالة اللي أنا حابة أتشارك معاكم بيها النهارده. للأسف كالعادة الوقت معاكم بيجري بسرعة أوي، واستمتعت جدًا معاكم، وحاسة كده إن أنا كمان أنا كليليان حاسة إن أنا محتاجة أقول لي كلمات مشجعة بزيادة. فهاستنى كل حد فيكم كده يشاركنا، حتى لو هيبعت لنا في الرسايل وفي الinbox بتاع الصفحة إيه الكلمة اللي هو حابب يكون بيشجع بيها نفسه، هيقولها لنفسه ويصدق فيها كده ويدعم نفسه بيها. للأسف لحد هنا وقتنا وحلقتنا هتكون خلصت النهارده، لكن لسه مكملين مع بعض شوية الأسبوع دوّة. هاتقابل معاكم بكرة في حلقة جديدة هنحكي وندردش، وبكرة عندنا فكرة لذيذة جدًا هنكون بنفضفض فيها مع بعض زي ما اتعودنا. هنتقابل بكرة الساعة 08:30 بتوقيت القاهرة، نحكي وندردش في حلقة جديدة من صباح سما. لكن دلوقتي أقول لكم إلى اللقاء. راديو سما بيرحب بيك. ما تنساش تعمل سبسكرايب، ولو الحلقة عجبتك اعمل لايك وشير وفعل زر الجرس.